الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، والكون بحالة دوران مستمر، تعاقب الليل والنهار، تبدل الفصول، فناء الأجسام والولادة الجديدة، إيقاع الرقصات الهاربة من سحر ألف ليلة وليلة، والطاقة الروحانية اللي بتتحرر من قيود الجاذبية لتوصل فيك لأقصى درجات العشق الإلهي. سامحوني على المقدمة الطويلة، ولكن وجب نسج أرقى الكلمات وأسماها تعبير، السردة بين قوسين المولوية. ولا تنسونا باللايك والمشاركة والإعجاب بالصفحة كمان. راح أترك رابط قناتي على اليوتيوب لدعموا الاشتراك وتفعل زر الجرس. وين راح أترك قناتي؟ بأول تعليق. إذا سألت أي شخص شو بتعرف عن المولوية، أول شي رح يقول لك يا إنه هي الطقوس الروحانية والتنورة الواسعة والشخص يلي بدور حوالين نفسه، بس القصة أعمق من هيك بكتير، وكل طقس بالمولوية هو حكاية بحد ذاتها، بدأ من الاسم للعقيدة لللباس للحركة. وقبل ما نحكي هي التفاصيل خلينا نعرف شو هي المولوية وكيف ظهرت. المولوية هي طريقة من طرق الصوفية ظهرت بالأناضول بمدينة قونية على ايد جلال الدين الرومي، ومنها انتشرت بكل انحاء العالم. وبعد وفاة الرومي طور اتباعه الطريقة ودخلوا عليها تعديلات واطلقوا عليها اسم الطريقة المولوية، يعني طريقة مولانا، وهو اللقب يلي منحوه لمعلمهم جلال الدين الرومي. اشتهرت الطريقة المولوية بالرقص الدائري لساعات طويلة، وبصير الراقص يدور حول مركز الدائرة اللي بوقف فيها الشيخ. بس هي الرقصة ما انها مجرد رقصة عادية، انما كل حركة فيها بتنطوي على فلسفة عميقة بتحاكي حركة الافلاك والكواكب. لكن كيف ممكن يوصل الانسان من خلال هالدوران لمرتبة كبيرة من السمو الروحي؟ أصدقائي، رقصة المولوية لها نظام وحركات محددة خاصة فيها. بتبدأ الرقصة بالدوران 3 مرات حول مركز الدائرة على إيقاع صوت الدف والناي، وبيرتبط دوران المولوية بمنظومة دوران الكون على مبدأ دوران الكواكب حول نفسها وحول الشمس، وطواف المسلمين حول الكعبة. ولما بيندمج المولوي بالرقص رح ترتقي مشاعره لمرتبة الصفاء الروحي، بيولد من جديد وبيتحرر من مشاعره المادية وبيوصل لأسمى درجات العشق الإلهي. والمولويين ما انهم معتمدين على الرقص والإيقاع الموسيقي بس، إنما للزي المستخدم بالرقص رمزية خاصة فيه. لكن شو السر بالزي المولوي؟ وليش له أهمية كبيرة بالعقيدة المولوية؟ لباس المولوية مكون من عدة قطع. الطربوش لونها بني ولازم تكون طويلة مشان ترمز لشاهدة القبر، والعباية لازم تكون قصيرة وبترمز لحياة الإنسان القصيرة. أما التنورة فهي إشارة واضحة للكفن، والخف يلي باللبس بالرجل لازم يكون بسيط إشارة للتقشف والزهد. وطبعا كل هاي الرموز للدلالة على محدودية الإنسان أمام عظمة الخالق والترفع عن ملذات الحياة. وجدير بالذكر أنه انتشار المولوية ما اقتصر على مكان جغرافي محدد، إنما وصلت لمختلف أنحاء العالم، وخاصة الشرق الأوسط وسوريا بحكم كونها قريبة من بلاد الأناضول. فأيمت ظهرت الطريقة المولوية بسوريا؟ انتشر التصوف بسوريا خلال فترة الاحتلال العثماني، وخاصة بدمشق وحلب، ومنها لباقي المحافظات. وبيتراوح عدد المتصوفين بسوريا حوالي 6 ملايين. وبالوقت الحالي سيطر التيار الكردي على الطريقة الصوفية، وصار في مجتمعات دينية ومدارس بتدرس التصوف مثل عائلة الشيخ البوطي والنقشبندي وغيرهم، وأشهر أماكنهم بدمشق التكية السليمانية وتكية النقشبندية. وبالختام هيك بنكون سلطنا الضوء على جانب مهم من الطريقة المولوية، باعتبارها ما كانت مجرد احتفال ديني وأناشيد وراقصين، إنما هي حالة متكاملة من السمو الروحي والزهد عن ملذات الحياة. شو رأيكم بهي السردة؟ اكتبوا لي بالتعليقات.